هيا بنا الى العلم والعلماء، هيا بنا الى الفقه والفقهاء. واقول ما قاله الرسول في الاصول: تعلموا العلم وتعلموا للعلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه بالسكينة والوقار. فهيا ايها الاخيار لنستمع لبحر العلم المدرار مع فضيلة الشيخ عماد حمدان، فليتفضل مشكورا ومن الله مشكورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من أمة المصطفى، وكفى بالمصطفى شرفا وفخرا أنه سيد الخلق وحبيب الحق. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا ومعلمنا وأستاذنا محمدا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه. علمنا أنه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والله تعالى يقول في حديثه القدسي الجليل: جعلت رزق العباد بعضهم على بعض إلا حامل القرآن فرزقه على الله. فالقرآن نور، القرآن نور، والنبي الذي أنزل عليه القرآن نور، والله تعالى هو نور السماوات والأرض. فإن هذا القرآن إذا تلي في مكان نصب عليه كما قلنا خيمة من النور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء. فإذا ما انطفأ تلك النور سالت الملائكة الكتبة والحفظة: أين ذهب هذا النور؟ فيقال لهم: لقد مات صاحب القرآن. فالقرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فهنيئا لمن حفظ القرآن الكريم وعمل به، وهنيئا لمن حفظ أولاده هذا القرآن الكريم فيقوم يوم القيامة ويلبسه الله تاج الوقار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم في تكريم حفظة القرآن الكريم، فنسأل الله في علاه أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أشكر مسؤول فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ عماد حمدان على هذه الكلمة الطيبة المباركة. والآن نستمع إلى المنشد أحمد محمد حمدي، فليتفضل مشكورا.